هلا حبايبي، كيفكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم فيديو بعنوان مقروض للعيد الاضحى المبارك. شوفوا كتير بشهي وطري وما شاء الله البنة لا تقاوم. فهذا بنحتاج للعجين 3 كيلات سميد ناعم مع كيلة فرينة يعني دقيق أبيض، وكيلة من السمنة معاها كاس زيت. بنخلطهم كلياتهم مع بعض، يعني السمنة مع الزيت مع الدقيق السميد والدقيق الأبيض ورشة ملح، يعني بنظل نمزجهم مع بعض لحتى كل السمنة تدخل بالعجين بالدقيق يعني. فلما تدخل كلياتها بدقيق بنغطيها بنايلون، وكمان فوق النايلون بنحط غطاء فوق الصحن اللي عم نسوي فيه الدقيق، وبنتركه تقريبا، انا تركته تقريبا يوم ونصف، يعني يوم ونصف. كانت عندي ظروف لهيك تركته، كنت راح استخدمها بالامس لكن للاسف صار عندي ظروف، لكن ما شاء الله اجا كتير حلو. فتركته يوم ونصف، وبعد ذلك اخذته واخذت ماء الزهر. في اللي منا ما بيعرفوا، هذا هو ماء الزهر، هذا هو ماء الزهر يا جماعة. وظليت اكب شوي شوي ماء الزهر، اكبه لحتى صارت عندي يعني بقدر اني اكورها بيدي، يعني يعني ارش المي لحتى صرت استطيع اني اكورها يعني كورة ما تتشقق. فهمتوا علي؟ بعد ما صارت هيك تركتها نصف ساعة ترتاح، واخذت التمر عجنته بالزبدة والجلجلان، السمسم اي السمسم، والزبدة. سويت له الزبدة وشوية ماء زهر، فتحتهم فيه منيح لحتى صار طري، واخدته جوات العجين وشكلته هيك طويل وقصصته، وبعد ذلك شكلته مثل ما بنحب. اي حدا الشكل اللي بحبه يسويه، مو شرط يعني تسوون هذا الشكل اللي سويته انا. فما شاء الله كتير حلو. شوفوا معاي هي واحدة من الحبات راح اقصها معكم. شوفوا كيف طرية، شوفوا كتير طرية جدا جدا. فان شاء الله عجبكم، واللي عجبها هذا المقروض او الحلوى للعيد تحطوا لي لايكات، تحطوا لي تعليقات مشان اسوي كل شيء قدام عيونكم بالفيديو، وخطوة خطوة انا وياكم مع بعض. على فكرة انا نسيت حبايبي، بعد ما احطه بالفرن وطلعه احطه على طول بالعسل. هذا العسل احطه على طول بالعسل. فهي النتيجة يا جماعة. بنتلاقى بفيديو قادم ان شاء الله. عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. مع السلامة حبايب قلبي.